السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود اليوم من خلال هذا الفيديو أن أشارككم دعاء ورد في حديث رسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا في المسجد سمعه يقرأ هذا الدعاء بعد التشهد، فقال الرجل: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ثم أكمل وطلب حاجته، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا سئل به أجاب وأعطى. فنسأل نسأل بهذا الدعاء، ونرجو منكم أن ترددوا هذا الدعاء وتدعوا لإخواننا في غزة وفي فلسطين المحتلة. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك أن تحفظ أهلنا في فلسطين المحتلة، أن تنصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصرهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أيدهم بملائكة منزلين من عندك، اللهم أيدهم بملائكة مسومين يا أرحم الراحمين. كما نصرت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في بدر، انصرهم يا أرحم الراحمين وهم قلة. أرنا عجائب قدرتك في نصرة المجاهدين في سبيلك يا أرحم الراحمين، وأرنا عجائب قدرتك في حفظ أهلنا هناك يا أرحم الراحمين. احفظ رجالهم ونساءهم وأطفالهم وشيوخهم، اللهم احفظهم أجمعين يا أرحم الراحمين، وعجل بنهاية إسرائيل يا أرحم الراحمين، ورد كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو المشاركة مع الأصدقاء لنوسع دائرة الدعاء، هذا أقل دعم نستطيع أن نقدمه لإخواننا في غزة. والسلام عليكم.